يلا نروح نشوف عيد ميلاد ملوكة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآل محمد. شلونكم حبايبي؟ شلون الصحة؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة وعافية يا رب. رجعت لكم فيديو اليوم أعياد ميلاد بناتي. هذا والدي الله ينطيه الصحة والعافية ويحفظه إن شاء الله، ويحفظ آبائكم ويرحم الآباء المتوفين، ويا رب يرحم أمه برحمته الواسعة، ويرحم الأمهات المتوفيات، ويحفظ الباقيات بحق محمد وآل محمد. طبعا حبايبي أنا راح أترككم ويا الفيديو، لكن هذه مجرد تفاصيل انه احنا حجزنا مكان بالمدينة واتجهنا للمدينة بالتجهيزات. ومثل ما تشوفون هنا عندي هذه الهدايا الخاصة لبناتي، وطبعا جهزنا كل التجهيزات. هذا العيد ميلاد هو مو كلهم بيوم واحد، لكن أنا جمعتهم بيوم واحد. فعيد ميلاد بناتي ثلاثتهم الله ينطيهم الصحة والعافية، وهمتين عيد ميلاد أختي سارة، وعيد ميلاد بنات أختي جوجو ولولو. طبعا أخواتي اللي ولدتهم إلي الأيام سندي ومسندي وعمودي الفقري، ربي يحفظهم وينطيهم الصحة والعافية. أترككم وكل التفاصيل تستفادون من هذه التفاصيل من ترتيبات الهدايا. طبعا هذه الهدايا هي هذه الستيكرات اللي تشوفونها، هذا متجر خاص متجر خاص بالهدايا بتغليف الهدايا، هو خاص بمشروع خاص البنتي فتحته. إن شاء الله متين أسولف لكم على باقي التفاصيل بفيديو آخر إن شاء الله. ومثل ما تشوفون هنا جهزنا كل التجهيزات حتى إن شاء الله ننطلق للمكان الخاص بالعيد الميلاد. طبعا بنات حبايبي هنا كل التفاصيل راح انه اللي تستفاد من عندها، مثلا بتغليف الهدايا، بالتجهيزات، بتقديم الحلويات. مثلا عندنا هذه الاكياس، ومثل ما تشوفون هنا كيكنا، هذه انواعهم. وهنا همتين اتجهت اني للمدينه، مدينه الالعاب. هناك حجزنا، صح المكان مفتوح وهذه، بس مو مثل القاعه. هذا المكان يكون بأريحية أكثر، صور إذا واحد يقدر ياخذ يعني براحته. فإن شاء الله راح أترككم كل التفاصيل الثيمات هنا مختلفة عندنا. وإن شاء الله الفيديو ينال إعجابكم. وهذا الفيديو هو راح يكون ذكرى خاصة لبناتي إن شاء الله. وأحب أقولهم كل عام وأنتم بألف خير يا رب، وصحة وسلامة، ويا رب إن شاء الله ربي يوفقكم ويحفظكم ويسعدكم بحياتكم. وإن شاء الله هذا الفيديو راح يكون ذكرى على مر السنين، ذكرى حلوة تذكروني بها. وأحب أقول لن البناتي وحدة كل عام وأنتم بألف خير، ويا رب إن شاء الله. طبعا عندي بنوتة صغيرة، هذه البنوتة هي أسميها رويحة أمي، يا رب يحفظها إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. وبنوتي ملاكي الطموحة، شخصيتها قوية صراحة، اللي تشبه أمها، رسامتنا الصغيرة. أحب أقولها كل عام وأنت بألف خير، وإن شاء الله يا رب أشوفك أجمل إعلامية مثل ما تحبين، ومثل ما تحبين إن تكونين مثل أمك. فصراحة أما بنتي الكبيرة أتمنى لها يا رب التوفيق والنجاح يا رب بدراستها، والله إن شاء الله يوفقها بحق محمد وآل محمد، اللي هي عزيزة أمي وأبويا اللي أسميها. وأتمنى إن شاء الله التوفيق. وأقول للحبيبة قلبي أختي سارة كل عام وأنت بألف خير يا رب، وإن شاء الله ربي ينطيك على قد ما تتمنين. وجوجو لولو كل عام وبنات أختي بألف خير وصحة وسلامة يا رب، والله يحفظ لكم ماما الحنونة بابا إن شاء الله. طبعا هذا الفيديو راح أترككم وكل التفاصيل، وإن شاء الله راح تستفادون من ديزاينات الكيك، من تغليف الكيك. مثل ما تشوفون هذه الأكياس كلش حلوة، تقدرون إنه تخلون عليها طباعة ستيكر خاص للأطفال. ومثل ما تشوفون هذه مواد الزينة. راح أترككم بخير وعافية، ومثل ما قلت لكم
مثل ما قلت لكم ملوكة تعالوا وياي واشوفكم عيد ميلادي انا واخواتي. اترككم حفظ الرحمن ورعايته ان شاء الله. وطبعا اذا اول مرة تشوفون قناتي انا اختكم ام مرسلين، لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس حتى يوصلكم كل شيء جديد. وانتظروني ان شاء الله الفيديو القادم راح يكون هناك قصص نجاح خاصة لكل متابعات مطبخ ام مرسلين. طبعا كل هاي التحضيرات تقريبا شهر ونص انا احضر العيد ميلادهم، وكل هذه الاشياء اللي تشوفونها من كيك، من تجهيزات، علب الكاكاو، الطباعة، هاي كلها من شغل ايدي. ان شاء الله تنال اعجابكم. وهذه الافكار مثل ما تشوفونها هي كلها من مطبخ ام مرسلين. ان شاء الله تنال اعجابكم واترككم مع باقي التفاصيل. طبعا حبايبي هذا الفيديو قبل فترة نزلته لكن مخليه موسيقى، بعدها الفيديو يعني من النشر صار اكو فد يعني خلل فحذفته، وبعدها هسه حاليا رجعت الفيديو. ان شاء الله ينال اعجابكم. هواية فيديوهات لكن بالتدريج والظروف كلش يعني صعبة ما قدرت انه انزل لكم فيديوهات. فصراحة هذا الفيديو هو قبل لا تتكلف ملوكة. ان شاء الله همتين انزل لكم حفلة التكليف اللي خاصة بيها من ضمن الاحتفالية اللي سويناها في المدرسة مالتها. كيكة الألصا وكيكة الذهبية، كل وحدة حسب الديزاين اللي خاص بيها. هذا الفيديو أصريت أنه أنزله مع الرغم كلش تعبت بمونتاجه حتى يبقى ذكرى بقناتي. طبعا حتى بناتي يشوفونه حتى بعد وفاتي ويتذكرون هذا الفيديو، أنه ماما كانت تهتم بينا، أنه ماما كانت تقدم لنا كل شيء. فصراحة أصريت أنه هذا الفيديو ينزل قدر المستطاع، وكل ما أنزله يصير فد خلل فني سبحان الله. فإن شاء الله اليوم ينزل وإن شاء الله ما يصير أي خلل، لأن كلش تعبني المونتاج. وصراحة يعني هو الفيديو همتين كلش هواي 28 دقيقة، يعني اختصرته ب 12 دقيقة. صراحة بنات إنه أنا كلش تعبت بالتجهيزات، بس شنو الأم يعني من تقدم شي لأطفالها، ويمكن الأغلبية إنه بنات المنطقة يعني صراحة حاسات بهذا الشيء، إنه من يقدمن شيء الأطفال هنا وخاصة بعيد ميلادهم. يعني إحنا نشوف أكو أمهات مثلا يجيبن كله جاهز، بينما أكو أمهات يحبن إنه هم يشتغلون بإيديهم. فصراحة أني من هذا النوع، وحتى بنات المنطقة نفس الحالة، إنه من تقدم شيء لأطفالها تحس إنه هي مقدمة فد شيء حلو راح يبقى بذاكرتهم. حتى إذا أطباق بسيطة مو إلا مثلا أطباق كلش هواية. فهنا سارتي فحبايبي فالأم كل ما تقدم لأطفالها فالطبق حلو أكيد راح يفرحون بيه، مو مثل اللي أنت راح تشتري لهم. أنا بالنسبة إلي هذه يعني. فأتمنى لبناتي كل التوفيق والنجاح بحياتهن، وهذا الفيديو إن شاء الله راح يبقى بذاكرتهن، لأن كلش تعبت تقريبا شهر ونص إلى شهرين أنا بس أحضر بكل التجهيزات. يلا طلعت بهذا الشكل اللي أنا أريده، فالحمد لله والشكر لله. رسالتي لبناتي إنه أني أغلى شيء أملكه بالدنيا إنه بناتي. طبعا بناتي صراحة أنا أسميهم رويحة أمي، لأن ماما الله يرحمها برحمة الواسعة ويرحم أمواتكم كلش تحبهم، وهي ربتهم وهي تعبت عليهم، وهذا الشيء ما أنساه نهائيا. وهنا سارة حبيبتي بدلنا لها اللون الأخضر. وهنا ملاكي مثل ما تشوفون طفت شمعتها وتمنت أمنيتها وإن شاء الله تتحقق. طبعا كل أم هي حريصة على أنه تقدم كل شيء لأطفالها يعني قدر المستطاع، حتى إذا كانت ما عندها الإمكانية تقدر من أبسط الأمور أنه تسوي عيد ميلاد. فأني صراحة كلش تعبت في سبيل أنه يعني أظهر لهم هذا العيد ميلاد بهذا الشكل وبهذه الصورة. وهنا أنا أهلي ما قصروا، مسوين الدولمة، وحبيبة قلبي أختي أم زهراء أمل اللي حضرت البرياني. طبعا أختي اللي صراحة ولدت إياها الأيام.
طبعا هنا خلص العيد ميلاد. أشكر كل اللي حضروا، كلش هواية صديقات بناتي همتين، وأشكر أهلي ما قصروا وياي بكل شيء وحتى الهدايا وصديقاتي. وطبعا بعد العيد ميلاد مريت بظرف صحي كلش قوي تقريبا 28 يوم بسبب الإرهاق. هذا الشيء راح يبقى بذاكرة بناتي وما راح ينسونه إنه ماما قدمت لنا قدر المستطاع إنه تقدم لنا السعادة. ربي يحفظكم إن شاء الله ويحفظ أطفالكم ويحفظ بنياتي إن شاء الله. طبعا هنا صارتي عطرة اسم الله عليها. فحبايبي إن شاء الله عجبكم الفيديو. راح أترككم مع باقي الصور. هذا والدي الحبيب، دائما أسميه الحب الأبدي الحقيقي السرمدي. ربي يحفظ آبائكم إن شاء الله ويرحم الآباء المتوفين. طبعا هاي هدايا بناتي، وهذا خاص الميز خاص لبنتي كله ذهبي اختارته، أما سارة اختارت اللون الأحمر اللي هو الميكي ماوس وبين الوردي، وبنتي ملاك اللي هو اللون السمائي، أما بنات أختي جوجو لولو اللون الوردي الأميرات مثل ما تشوفون، وسارة أختي اختارت لها اللون اللي بين الوردي والأبيض. فإن شاء الله عجبكم الفيديو. وطبعا حبايب قلبي أشوفكم بخير وعافية. طبعا أول مرة أجمعهم بعيد ميلاد نهائيا، بعد ما أجمع نهائيا لأن يكون تعب مضاعف، فيفضل إنه كل طفل عيد ميلاده يكون يعني بوحده يكون أفضل، لأن كلش تعبت. فحبايب قلبي وأبدا بعد ما أعيدها نهائيا بعد كل وحدة عيد ميلادها أسويه بالوقت المحدد لأن يكون أفضل. لكن أنا ظروف صحية صادفتني همتين بنفس الوقت وظروف خاصة فما قدرت، فالحمد لله والشكر إنه قدمت لهم قدر المستطاع اللي أقدر عليه. إن شاء الله عجبكم الفيديو حبايب قلبي. وهذا التصوير يعني كلش تعبني، التصوير المونتاج يمكن صار لي 3 أيام. أنا بس أحب إنه كل ما أشوف صورة بابا ما أقدر ما أعلق، فكل ما أريد أمنتج يصير عندي شغل وما أقدر. أخيرا حبايبي خلص الفيديو، أشوفكم بخير وعافية ومع ألف سلامة. انتظروني في فيديو قادم إن شاء الله. أترككم حفظ الرحمن ورعايته مع ألف سلامة.